الفيديو ده كنت المفروض اعمله من فترة كبيرة، بس اتأخرت فيه كتير في التصوير. لان في ناس كتير قالت لي ايه الفرق بين الامريكان ستيك الفضي والامريكان ستيك السودا. زي ما انتوا شايفين مفيش فرق في الطول وهم مقفولين وهم مفتوحين برضو. ده طول الامريكان ستيك السودا، وده طول امريكان ستيك الفضي. الاتنين نفس الطول بالظبط 65 سنتي، نفس الطول وهم مفتوحين. الفكرة الوحيدة الفرق ما بين الاتنين طريقة ايه الاحكام، يعني وهي مقفولة بتتمسك ازاي. هنوضح لكم اول حاجة في الامريكان ستيك الفضي. طريقة القفل بتاعتها بتكون عبارة عن مغناطيس قوي. لما نفتحها كده من هنا لو تاخد بالك هنا بيبقى في مغناطيس قوي هو اللي بيحكمها وهي مقفولة عشان خاطر ما تفتحش لوحدها. فالفكرة بتاعت الفض ان هي بتبقى مقفولة من هنا بمغناطيس قوي. طيب انهي افضل بين الاتنين؟ دي يعني عيوبها ومشاكلها بتبقى قليلة، يعني كل حاجة ليها ميزة وليها عيب. دي في يعني فيما بعد او في الاستخدام، كتر الاستخدام بيبقى مشاكلها قليلة. عشان بس عايزين نقفلها. طبعا طريقة القفل لازم تدبها في الارض كده، وخلي بالك ما تدبهاش على سيراميك او بلاط لان هي ممكن تكسره. دي كده هي مقفولة، فبيكون في مغناطيس قوي هو اللي بيمسكها هنا من فوق. نيجي بقى للسودا. دي السودا دي تمام. فكرة القفل بتاعها بتبقى ايه بقى؟ هي ديت حرف الفي ده كده، حرف الفي بيكون هنا بتمسك فيه اصغر عقلة من العقل اللي موجودة في الامريكان اللي هي بتبقى اللي جوه ديت. هحاول برضه اوريها لكم. اصغر عقلة بتمسك فيه حرف الفي ده عشان خاطر ما تقعش. عايز اطلع لكم برضو اصغر عقلة خالص. خليكم معايا عشان وقت الفيديو. كده طلعت لكم اصغر عقلة. بص لو تاخد بالك حرف الفي ده بيمسك في اصغر عقلة من هنا عشان خاطر ما تفتحش منك. تمام. ايه اللي بيحصل هنا بقى بعد الاستخدام وبعد فترة؟ بتلاقي حرف الفي ده اتضيق، فانت بتفتحها وبعد كده توسع حرف الفي ده مثلا بزرادية او بمفك، ترجع تقفل معاك كويس وبسهولة تاني. حرف الفي ده يمسك اول عقلة من جوه. خليكم معايا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. واخر حاجة هنتكلم عليها هي الوزن. فالسودا بتبقى عاملة وزن 430 جرام، والفضي او وزنها عامل 470 جرام. يعني كده يعتبر دي فرق عن دي بحاجات بسيطة جدا، 430 470. فالفرق بسيط جدا. ومراجعة كده سريعة لطريقة القفل دي، بتقعد قفل بمغناطيس قوي من فوق بيمسك أول عقلة. دي عبارة عن حرف في بيعشق في أول عقلة ويمسكها. المشاكل اللي ممكن تحصل من دي إن لو حرف الفي دوت اتضيق مع كتر الاستخدام، انت بتحاول توسع الحرف تاني عشان خاطر يمسك اول عقله. بالنسبه لدي لو لا قدر الله المغناطيس اتكسر منه، صعب اوي توفر نفس المقاس ده عشان خاطر يركب في اول عقله. وكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه للقناه، واكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه تاني، وشكرا.